السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة وحصري. فيديو مسقعة طاجن المسقعة بقى اللي في الفرن اللي ملوش حل، مفيش حد ما بيحبوش، مع رغيف بقى كده بعيش بلدي. الله عليه وعلى جماله. تعالي نشوف المكونات والمقادير ونشوف احنا هنعمله ازاي مع بعض في الفرن. انا حابة النهاردة ان انا اعمله معاكم في الفرن في طاجن، مش هعمله في حلة، لكن ان شاء الله المرة الجاية باذن الله هعمله في حله واوريكم انا بعمله كده ازاي، وهوريكم دلوقتي انا بعمله في الطاجن ازاي. البنات بينا نشوف احنا عملنا طاجن المسقعه جبار ده ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا هعمل ايه؟ هرص كده باذنجان، هرص عشوائي، هرص نظام، المهم ان انا هرصه كده، يعني اي حاجه كده اهو اهو. طبعا مش برص كله بتنجان، انا هحط بقى بطاطس برضو. خلي بالكم ان انا هقلب كل ده دلوقتي في بعضه، فانا مش مهتمه قوي ان انا انظمها يعني. اهو تاني بتنجان اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. فلفل بقى اهو. كل حاجة قدامكم اهيت. لو اول مرة بتشرفيني على القناة اهلا وسهلا بيكي، ارجو منك الدعم واللايك، متنسوش اللايك يا بنات، وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا كده نكمل اهو يا بنات كده زي ما انتم شايفين اهو. عايزة تزودي البطاطس، عايزة تلغي البطاطس خالص، ده براحتك. هي المسقعة اصلا عبارة عن بتنجان وفلفل رومي، لكن احنا بنحب عليها البطاطس، بتدي طعم وبتعزز كده طعمها، بتبقى جميلة قوي قوي قوي. جربوها مش هتخسروا حاجة. زي ما شايفين كده اهو. بتنجان تاني اهو. انت لو حابة ان انت تقلي البتنجان تعمليه في القلاية مفيش مشكلة، لو انت يعني مش حابة الزيت، لكن هي يعني ما بنعملهاش كل يوم، فايه انا حبيت النهاردة ان انا اعمل شوية صغيرين في القلاية. معرفش بصراحة يعني ايه اللي خلاني عملت كده، بس يلا مش مشكلة، وعملت الباقي في الطاسة مقلي عادي. يلا كده نشوف انا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انا بعد ما رصيتها اهو، عندي هنا صلصة متسبكة، انا سبكتها مسبقا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حابة تشطشطيها بقى يعني لو حابة يعني. انا عندي هنا شطة اهيت، انا بجيبها بالكيلو يا بنات، تبقى قرون شطة حمراء، وبعدين بفرمها في الكبة وبحطها في الفريزر اهو. احط كده شوية في الصلصة. خلاص هضيف هنا شوية ملح على الصلصة برضو عشان محطش. الحدق بتاعك ده بقى براحتك انتي، بتحبي الحاجة مالحة بتحبيها عادة براحتك انتي اهو. ظبطي ملحك كده، ندوقها كده. ماشي كويس قوي قوي. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هجيب الصلصة بتاعتي كده يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتري الصلصة بتاعتك شوية، يعني فرومي مثلا نص كيلو طماطم، ده نص كيلو طماطم تمام كده. خلاص افرمي كده نص. انا قلت لكم اهوت ان انا ما كنتش مهتميه قوي ان انا انظمها من تحت واحط رقراق، لكن انا حبيت اوريكم انتوا ازاي يعني ايه تعملوها اهو، لان انا عايزه ادخل كل الصلصه في البطاطس والبتنجان بتاعي والفلفل. خلاص كده. انا كنت سايبه شويه كده عشان ارصهم بقى على الوش يبقوا باينين كده، فانا ايه، هو الوش اللي عندي اهم اهو اهو. واحده واحده كده قدامكم. لو في حاجه عاوزين تسالوني عنها اكتبولي كده في التعليقات، ودعموني يا بنات. يعني اعملي لايك كده مش هيخسرك حاجه قبل ما تطلعي من الفيديو.
ومستنيه كده كومنتاتكم اللي بتفرحني. حابه اعرف اللي انا بعمله عاجبكم ولا مش عاجبكم يا بنات. ياريت كومنتات يعني تبقى كويسه يا جماعه بالله عليكم. انا هقبل اي حاجه بس يعني ايه الكومنتات تبقى حلوه يعني تبقى مبشره. خلاص كده انا هاجي دلوقتي بقى وهرش الصلصه بتاعتي كلها على الوش. يبقى انا عززتها من تحت كلها فيها التسبيكه دي، وعلى الوش كمان غرقانه صلصه اهو. هو ده اللي انا عايزاه. في ناس بتعملها في الحله، انا كمان من الناس دي طبعا. في الحله بتبقى جميله جدا، لكن انا حبيت النهارده اعملها في الفرن. خلاص كده يا بنات اهو. لو حابه بقى تضيفي شويه لحمه مفرومه على الوش كده ماشي، مفيش مشكله عادي. انا مش هحط لحمه مفرومه المره دي. حابه تحطي رق بشاميل برضو براحتك، رق موتزاريلا برضو براحتك. انا حابه عشان هناكلها بعيش، فانا حابه ان انا اعملها كده. خلاص كده الطاجن بتاعي هو زي ما وريتهولكم. هدخله بقى الفرن، هيقعد له حوالي مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، يتسبك كده كله في بعضه واوريهولكم تاني.